السلام عليكم يا ورداتي يا ياسميناتي. وانا بشكر كل وردة عم تتابعني وتتابع كل فيديوهاتي للاخير. طبعا اول عن اخر، يعني انا عم بعطيكم شيء انه انا عم اجربه وانا يعني عم بستخدمه. فاليوم هلا الفيديو تبعنا هي على نبتة الأوليفيرا. نبتة الأوليفيرا هي من الصبار، يعني هي من الشوكيات. فاليوم رح نشوف شو هي فائدتها للشعر. هي فائدتها لكل شيء، بس هلا حصرا اليوم بدنا نعمل الفيديو انه فائدتها للشعر. فنحن بنحاول، اذا عندكم نبتة شوكية فنحن بنحاول ناخذ الورقة يلي بالاسفل، مشان لانه هي على فكرة بتعيش وبتنقذ نفسها بنفسها. شوفوا سهل كتير قصة يعني. هي نحن قصينا هاي، ما شاء الله مليانة جل. يلا خليكم معي لأرجيكم كيف بدنا نستخدمه. هلا هون قطعنا الورقة. هلا الأسهل لإلكم فيكم انتو تقطعوا هون، هذا كله هيك، هذا بينقطع معنا، هذا كله هيك. هذا بنقطعه لسهولة الاستخراج الجل من جوا النبتة. حتى شوفوا هي فيها جل، شايفين؟ فانتوا لا تروحوا اي شيء من هي المادة، لانه هي النبتة فعلا مفيدة لكل شيء بالجسم. هلا نحنا حنقطعها هلا هيك بشكل تطلع، شايفين؟ فينا نسحبهم بهاد. شوفوا يا وردات، شايفين كيف عم نستخرج الجل من النبتة الأوليفيرا. هي النبتة الصبار يعني، أو الشوكيات أو هيك شي. شايفين شلون بتطلع؟ شايفين المادة اللزجة اللي فيها؟ فنحن هلأ هون رح نضربها على الخلاط. اوعكن هي تكبوها، هي لا تكبوها ابدا. هي هلا بقلكم شلون بتقدروا تستخدموها كمان. رح ساوي وحدة تانية قدامكم مشان نفضي كل الجيل منها. هلا قلتلكن انا قيموا جوانب الورقة مشان ما تصير تشك بايدكم. هلا هي اليوم هذا الفيديو هو مشان نعطي الفوائد للشعر. اليوم الفيديو خصوص الشعر. وشو فائدته للشعر هي النبتة. شايفين كيف يا وردات؟ شلون؟ هي سويت التاني قدامكم مشان يكون يسهل عليكم الموضوع. شايفين كيف تطلع مادة الجل منها؟ هلا نحن بدنا نحكي على فوائده. فوائده للشعر اليوم عم نقلكم فوائده للشعر. هلا هو بيغذي الشعر تغذية كاملة، وبيزيد بنموه، وبالإضافة إلى بيعطي للشعر حيوية، لأنه هاي النبتة بتحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك والحديد والكالسيوم والفيتامينات، وبتعطيه لمعان للشعر ورونق
كتير حلو، وبيعالج الشعر التالف المتقصف، وبيرطب فروة الرأس، وبيخلصه من القشرة، وبيسارع بنمو الشعر. واذا الشعر جاف بخليه مثلا انه يصير رطب، برطبه، لانه فيه كمية كتير كبيرة من الاحماض الامينية، وبخفف الزيوت الزائدة اللي بتبقى بالشعر، اللي بيبقى مثلا شعره دهني وبزيت اوام بخففه. يا سبحان الله، يعني اذا الشعر جاف بيزيد من حلويته، واذا الشعر هو دهني بخفف من دهن الشعر. وبيطهر فروة الرأس، يعني بيطهرها من البكتيريا ومن الالتهابات يلي بتعمل، هي البكتيريا والالتهابات يلي بتساوي تساقط بالشعر. وبزيد بكثافته، وبزيد بكثافته لأنه هو مليان مثل مضاد التهاب لأي شيء. فخلينا هلأ مع بعض. هاي هون شايفين شلون بتصير؟ شايفين شلون بتصير؟ اوعكم تكبوا شي من هاي المادة، لانه هاي مادة كتير مفيدة. يعني اذا انتبهتوا في مستحضرات بالسوق اسمها مثلا داخل فيها مواد الاوليفيرا، فهي هاي اللي عم يحكوا عنها. خليكم معي لاخر الفيديو لأقلكم شلون بدنا نستخدمها. هلا هون هدول خلطناهم، شايفين كيف الأجزاء. بنجيب نحنا معلقة زيت زيتون. هلا هي إلى كذا شغلة بينحط معها، بس اليوم رح أعلمكم تبع زيت الزيتون بينحط معلقة واحدة، بتندهن فروة الراس كلياتها، وحطيها ساعة ساعتين 3 بالنهار. حتى احيانا انا يعني البنات بخليهم يناموا فيها، ما في مشكلة اذا حطيتي بشكير على المخدة ونمتوا فيها. فهي كتير مفيدة، كل ما ضلت على الراس كل ما بتعطي فائدة للشعر ولفروة الراس، خاصة للشعر التعبان. وهي انا قلت لكم هلا هي للشعر، فهو الاوليفيرا مجمل قلت لكم فوائده لكل الجسم، بس اليوم الفيديو مختص للشعر. ورح لكم قلت لكم هي لا تكبوها. ليش؟ فيكم تعملوا هيك النشا، هو الكورن فلاور، هو نشا الذرة. فيكم تعملوا هيك وتمرقوها على وجهكم. هاي انا رح لكم كيف بهالطريقة مرقوها على وجهكم، كتير مفيدة. هلا هي حاليا اليوم رح ارجيكم، بس هي الى خصائص، يعني الى استعمالات كتير هي النبتة. فاليوم رح فرجيكم هيك مقطع صغير على وشكم مشان ما تكبوها. هي شايفين كيف يا وردات؟ شايفين كيف بنحاول نحن هيك نحط لها نشا وعلى الوجه كله، وخلوها على الوجه نص ساعة ساعة، ما في مشكلة، لأنه هي مادة كتير مفيدة. وهلأ بنكون هيك اليوم سوينا الفيديو منه خلطة للشعر تندهن على فروة الراس، وبتقدروا تخلوها فترة منيحة قد ما بدكم وتحمموا. وطبعا بتعطي نتيجتها من أسبوع لأسبوعين إن شاء الله بإذن الله. وهيك نحن بنكون اليوم نهينا الفيديو بهذا الشكل. وبتمنى تدعموني بالشير واللايك والسبسكرايب، وشجعوني لأقدم لكم كل شيء مفيد بإذن الله. يلا السلام عليكم. شوفوا هون ماما عم تساوي البقياني عشان تحطهم على شعراتها، شعرات اختي هبوش. هو جد كتير مفيد يا صبايا حلوين، كتير يعني منه للبشرة ومنه للجسم، منه للشعر، كتير شغلة. تخيلوا انه حتى هاي انا قطعتها بس قلت انه ما فيها،
لا لا، هي. كله فيه. قطعتها قلت ما فيها، بس اذا ببين معكم هون انا قصيتها هون ما ببين. شوفوا شلون حتى فيها شوي، شايفة؟ حتى هدول حاولوا لا تروحوهم.